أعزائي المشاهدين في كل مكان، أعزائي المشاهدين قدام كل شاشة تلفزيون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل سنة وانتم طيبين. الضحية بتاعت النهارده يا جماعة شخصية مثيرة للجدل، ممثلة فظيعة، متقمصة، متغيرة، متأنقة، متألقة. أنا بحبها جدا على فكرة، وقريب منها عائليا، يعني أنا صديق أخوها الصدوق. يعني عايز أقول لكم لما فكرنا إن احنا نجيبها في الحلقة دي قلنا لازم نعمل فيها المقلب ده، لأنها شخصية مرحة، هي اوريدي بتعمل مقالب في أصحابها. مع أم كلثوم السينما المصرية، مع صالحة في شيخ العرب همام، مع أحلى وأطيب وأجمل ضحكة في الكون، مع صابرين هتشوفها عملت إيه مع سعد وعلاء. المواجهة النارية بين صابرين وعلاء وسعد، تفتكروا المواجهة دي هتسفر عن إيه؟ هل ستصمد صابرين أم هل سينتصر سعد وعلاء؟ ادخلي يا أم كلثوم. ايوه، اظبط حجابك يا معلمي، ظبط نفسك، صيغتك، مكياجك. لا إله إلا أنت سبحانك أنت بالنسبة لي. يا عبد الحميد، يا عبد الحميد هتعمل ايه؟ طب يا جماعه اقفل الباب يا جماعه، اقفل الباب يا جماعه، اقفل الباب. طب في اخبار ايه اللي حصل؟ طب انتوا شايفين ده نزل بالكادر يا جدعان، نزل. هي راحت فين؟ طب هي وقعت بالكادر يا جماعه. اغمى عليها يا جماعه ولا ايه؟ هي فين؟ وقعت بالكادر يا جماعه، انتوا بتهزروا؟ يا نهار اسود. هاتوا ميه، هاتوا ميه، هاتوا ميه يا جدعان، ميه يا احمد بسرعه. خلاص يا جماعه. صابرين ممكن ما قدامش، طب ممكن نطلع من هنا طيب؟ خلاص والله خلاص تمام، كل تمام. مين اللي عمل الفصل؟ خلاص والله محمد اخوك كده ما تنطق. خلاص انا اسف، هنشيل، مش هنسيح حاجه، خلاص هنشيل، خلاص والله العظيم. انا كان ممكن اموت فيها دي. ممكن ادخل طيب؟ خلاص انا اسف.
اكتر من كده يعني. اعتذرت كل الاعتذارات اللي في الدنيا يا جماعه. صابرين انا بعتذر لها قدامكم وبعتذر قدام الناس بجد، انا اسف. صابرين عملت النهارده رد فعل خارج كل توقعاتنا كلنا. صابرين اغمى عليها في الاسانسير، هتشوفوا دلوقتي صابرين حصل لها ايه. وانا اسف جدا، واحنا اتفقنا ان بعد اللي هتشوفيه لو لقيتي حاجه مش عاجباكي ممكن نشيلها او ممكن ما نزعش حلقه خالص، اقسم بالله. بس هو تعال نشوف يا جماعه حصل ايه وكده، والحكم ليكوا يعني. لو يعني ظبط شعرها كالعاده، الحجاب يعني. اضحكي بقى، خلي الدنيا ترضى عننا، سامحينا. الاسانسير عوق سيكا. صابرين ممكن تبصي هنا بعد اذنك؟ هنا في برضه بلازما يتيمه محتاجه نظره، فاهمه؟ دي اكبر بس دي برضه بتاعتنا. انا بص عشان الناس الحلوه اللي قاعده. ربنا يخليكم. سقف جد لصابرين يا جماعه. ابتدت تحن شويه، تحن اهو. المواجهه ان صابرين انت عارفه انا قلت ايه؟ انا قلت هو اول بقى ما حصل اللي هو التنفس زاد كده، انا ابتديت اقلق. محمد سعيد المخرج قال ايه؟ استوب يا جماعه، استوب يا جماعه. هو ابن الذين برضه شكله مرعب شويه. صابرين انا اسف يا صابرين. بصي انت نزلت بره الكاميرا اصلا، زاويه الكاميرا مش عارفه اجيبك. انا ضغطي واطي جدا اصلا. هنا بقى الباب اتقفل، فبعدين احنا عايزين نقول ايه؟ ما عندناش زاويه كاميرا تحت، احنا متعودين ان كل الضيوف بتوعنا واقفين. مفيش زاويه كاميرا، واخد بالك؟ فقلنا نطلع بيها فوق عشان نشوفك، لان انا عايز ادخل، واخد بالك؟ ومش هينفع اوريدي ادخل غير من فوق، فاهم اقصد ايه؟ فطبعا في توتر. انا اسف يا صابرين، والله العظيم انا اسف، انا اسف. انا بقى رحت داخل، بصي يا ساتر، فجاه بص في بقى بني ادم غلبان جه يديك ازازه ميه، رحت ظرفها له في وشه كده. بصي يعني الراجل غلبان ده، الراجل بتاع البوفيه غلبان. انا مش عايز ابخ ميه. بصي في واحد داخل لطيف هيروح مديك ازازه كده، بصي اهو الراجل ده، بصي. يا نهار اسود، ايه يا جماعه ده؟ صابرين بليز والنبي نذيع الحلقه دي، وحب باقي نذيع الحلقه. وحياه باباكي. انت شتمتي؟ قلتي تيت او حاجه؟ في تيت كتير؟ مفيش تيت كده؟ انا عيطت. ما انا شايف في عياط والله العظيم. انا عايز اسالك سؤال. اوكي. لما انا عيطت هنا، اوكي، انت شفت دموعي؟ طبعا. انا كنت ساعتها عايزه اخنقك. ما هو كان باين. بس عايزه اخنقك لسبب. اوكي. لان انت عبيط علشان تجيب واحده زي انا بتاعه سيرك وتخاف من الاسد، وتنسى ان انا ممثله، وتنسى ان بنت خالتي فاتن الحلو اللي ربطه الاسد. انا لقيتها اول امبارح. لا اسمعوا بس معايا. انا لقيتها اول امبارح بتكلمني، بتقول لي انت مع برنامج رامز جلال. قلت لها انا محمد اخويا قال لي ان انت مع رامز في البرنامج. رامز عامل السنه دي حاجه مش عارفه ايه وفي حاجه فاني ولذيذه، وانا نفسي اروح اهزر. لا والنبي، والله العظيم. لا والنبي. فبقالي يومين يا رامز اموت اخليك تقع من طولك. انا كنت جايه معايا فيش. يعني لحظه، وحياة ولادك يعني الدموع دي والمصداقيه دي بجد كانت. انت ناس انا ممثله ولا ايه؟ ربنا يكون في عون جوزك. وانا داخل بحط رجلي فوق الاسد. يا ساتر يا رب. فانا فاتن قالت لي انت بجد هتيجي؟ قلت لها طب الاسود متربي مين؟ متربط كويس؟ مين جه؟ حصل حاجه؟ انتوا سايبينه؟ انا كنت كمان فاكراه سايبه بيخش لي.
انت عايزاه سايب؟ انا كنت فاكره كده كمان، قلت لها هو سايب، قلت لها ده مربوط بحبل، قلت لها طب سيبيني بقى مع رامز، سيبيني لو رامز. صابرين بجد يعني انا بس بص على دي بقى، انا قلت خلاص الميه جت عليها ومكياجها باظ وراحت فرشه في الاسانسير. خلاص يا جماعه السقفه جامده وصابرين يا جماعه. عيب يا رامز. شابوه شابوه شابوه. اقفلي حلقه حضرتك. انا مش صاحب صابرين يا جماعه. انا عايزه اقول صابرين لرامز، تقفل الحلقه لو سمحت، اقفلي الحلقه. انا عايزه اقول لرامز عيب لما تجيب واحده كان الاسد متربي معاها وهو عندها 4 سنين. أيوة. وقاعد في بيتها أيوة. وبتاكله وبتشربه، وانا دخلت مع الكابتن ابراهيم الحلو الله يرحمه. محمد ابن محمد. كان عنده ورد وياسمين نمرين. أوكي. خلاص. أوكي. فوانا واقفه جوه القفص، اوكي. فقدام الناس كلها كنت انا ساعتها عامله ام كلثوم. طبعا. فقال لي من فضلك انزلي عشان تدخلي ورد وياسمين. اوكي. فنزلت جوه القفص ودخلت ورد وياسمين، فالسلك بتاع المايك فضل موقف ياسمين قدامي مش عايزه تخش. مش عايز اخش. فانا فعلا اغمى عليا. يا نهار اسود. فانا افتكرت اللحظه دي فقلت لازم اعملها في رامز. يا جماعه عشان عايزة تعملوا أقول- مقلب في صابرين ما ينفعش اسود، المره الجايه هتجيب لها ديناصور. اعزائي المشاهدين الى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله، ويا رب تبقى حلقه احسن من دي. شابو.